سلام، صحة رمضانكم. شغال يدخل لكم الصحة والهنا. اول وصفة في شهر رمضان باينة اللي ما نستغناوش عليها في الطاولات نتاعنا هي الحريرة. شوفوا الحريرة كاين بزاف تاع الوصفات وبزاف تاع الطرق. غير حنا في مدينه مغنيه كل واحد كيش يديرها. هي تقريبا المكونات ما يختلفوش، بصح هي دي طريقه التحضير تختلف. انا اليوم جبت لكم الحريره تاع الطباخ المغناوي الشاف اسامه، اللي نقولها يعطيك الصحه، اللي جات بزاف بنينه كيشتح بارطاجها. قلت له غير نجربها ونبارطاجيها مع البنات. هو دار كونتيتي كبيره، انا درت لكم هنايا غير نص نتاعها. راح نشوفوا معايا المقادير وطريقه التحضير. هنا في الكوكوطه الاولى درت شويه الزيت وغادي نزيد الخضره اللي هما درت 3 تاع الطوماطيشات، 3 تاع البصلات، حبه بطاطا صغيره وحبه زروديه. انا ما درتش الكابويه، هو كان داير الكابويه، وهذه تبقى قضيه اذواق. يبقى نتوما كيش تبغيو ديروها، تبغيو ما ديروهاش. وهنا عندي شويه القزبر نورمال، شويه قزبر منور، شويه الكرافس قطعتهم كيما هكا. ونروحوا للتوابل. والتوابل اكيد اللي ما نستغناش عليهم هما توابل بنات مغنيه. هنايا عندي الكركم، عندي القرفه شويه ما تكتروش، فلفل كحل ثاني شويه، سكينجبير، وندير زعفران والملح. ودرك ندير لهم ما نقليهم والو، ندير لهم ماء بارد عادي ونديرهم على النار يطيبوا. ونديروا هاد الخضره تاعنا حتى طيب. دروك نمشيو للكوكوطه الثانيه اللي رانا غادي نطيبوا فيها المعرق. كما راكم تشوفوا انا درت فيها شويه الزيت، نديروا فيها شويه تاع اللحم ولا الدجاج نتوما شنو عندكم. ندير ثاني مغرفه تاع السمن، ندير عود تاع قرفه، زعفران، لي زيبيس، ندير كركم، شويه قرفه غبره ما تكتروش، شويه فلفل الكحل وسكينجبير والفلفل الحمر. هادو هما اللي نزيدوهم دركا. والملح راه باينه. ونديروا الماء ثاني كيما درنا في الخضره، بارد في بارد. نبلعوا على هذا المعرق ثاني ونخليوه يطيب. هو نخليوه يطيب في جهه والخضره تاعنا راها طيب في جهه. هنايا درت كونتيتي تاع قزبر منور، هو اللي قلت الحريره زعما صراحه يجي فيها تطي واحد الريحه رائعه. هنا غادي نزيد ثاني مغرفه تاع طوماط كونسونطري. هنا جامبو انا درت واحد تاع خروف. وهنايا غادي نزيد واحد ماجيكو، هذا ذوق الحريره، هذا بزاف شباب. وبالنسبه لي زيبيس غادي نزيد شويه سكينجبير، كرويه، فلفل الكحل، والكبابه ثاني مسح كبابه شويه ما تكتروش هكا. وغادي نزيد عليهم الماء ونميكسيهم. ها هي الخضره تاعي بعد ما طابت، دروك نروح نميكسيها. هي الخضره تاعي هنايا كي طحنتها ميكسيتها وزدت صفيتها. وعاودك ثانيه مرق تاع تاع اللحم حليت عليه، نحيت هذاك اللحم ونحيت العود تاع القرفه ودروك نزيدها له بهذه الطريقه. خدمت الفرينه اللي راني غادي ندور بها الحريره. انا درت 2 كيسان تاع ليموناد عادي، يكونوا الماء دافيا ماشي بارد، الماء دافي. ودرت 8 مغرفات تاع فرينه بومبي وميكسيتهم بيان. ميكسيوهم باش ما يديرلكمش هذوك التكتلات كديروهم في الحريره تاعكم. دوك نخليو هذيك الحريره حتى تغلي. هنا كي تغلى لنا نبدي نزيد هذيك الخليط تاعي تاع الفرينه. نتوما زيدوا وشوفوا، يعني كي تبقى تحسوها بدات تتقال لكم من القوام اللي تبغوه ريدوا. هنا من استعملتهاش كاع ونشوف.
هنا حسيتها بلي انا صايي ما خفتهاش، يعني كاين اللي بغيها خفيفه كاين اللي بغيها ثقيله. هاد القوام يبقى لكم نتوما على حسب الرغبه تاعكم. دوك نخلي هذيك الحريره في الفرينه طيب واحد 10 دقائق هكا، عاد نزيدوا لها هذيك الخلطه السحريه العجيبه. هذيك الخلطه اللي خدمناها تاع القزبر ولي زيبيس والطوماط كونسونطري. يا البنات راها طالقه واحد الريحه، واش نقول لكم. دركا نعاود نزيد نخليها طيب على بالك واحد نص ساعه هكا. وفي الاخير اللي يبغي يزيد لها الشوربه، اللي يبغي يزيد لها تشيشه، اللي يبغي يخليها هكاك، يبقى لكم الاختيار ليكم البنات. شوفوا لي لا كولير، الريحه ما نقدش نبارطاجيها لكم والله غالب. شوفوا البنات، شوفوا الحريره بعد ما طابت، يعني لا كولير تاعها راها نقرب لكم شويه، راها تبان باللي شابه البنه. ومن بعد داك ندوك هي راه تبان باللي ملينه. المكونات نتاعها وطريقه التحضير كي شفتها باينه باللي ما شاء الله. وطبخ اسامه يعني غني عن التعريف، ماشي انني غادي نشكره ولا انا نقيم الماكله تاعه، يعني ما شاء الله. وكاين شوفوا كاين بعض التعاليق السلبيه اللي غادي تجي تقول لك حنا ما نديروش هاك وحنا نديرو هاك وحنا لا نديرو هادي لا حنا ما نديروش هادي. شوفي تبغي حريرتك ديريها كيما راها، خليها اختي ديريها كيما تبغي، ديريها بالطريقه تاعك، خليها اللي عندها حاجه زعما مفيده ماذا بيها. بصح التعاليق السلبيه ماذا بيها، ديري حريرتك وخلينا اختي، خلينا حنا نجربوا الطرق واللي تعجبها تجربها. هذه هي كل وديف حتى حنا حريرتنا شابه كلشي، بصح نبغيو نسيو حاجه جديده. هذه هي اللي بغات تسيي اللي بغات تخلي حريرتها يا اختي خلي حريرتك وخلي تعليقك السلبي عندك. ودوك نقول لكم صحه فطوركم وشهيتكم في الجنه.